أمريكا عندها حرب إلكترونية خطيرة. هل محدش يقدر عليها في الدول العربية خالص؟ مش معقولة يعني هل هي دلوقتي قوة عظمى وفي نفس الوقت عندها أخطر أسلحة إلكترونية، إن هي بتقدر تشل الدفاعات الجوية وتشل الطيران اللي هيطلع يحاربها؟ ده بمعنى الكلام ده إن محدش يقدر يحاربها أساسا. كده محدش يقدر يحاربها أصلا. يعني مفيش دولة عربية بقى تقدر عندها ردع، يعني أمريكا تقدر تحتل أي دولة عربية بالطريقة دي. خدتوا بالكم؟ فالموضوع كده يخوف. يعني هل مفيش أي دولة عربية تقدر تردع أمريكا؟ يعني مفيش أي ردع لأمريكا في الدول العربية، لأن هي دلوقتي في فنزويلا شلت حركة الدفاعات الجوية نهائي. تمام كده؟ وفي إيران بيقول لك هم شايفين كل شبر في إيران وكل ملي في إيران وكل حركة طيارة في إيران وكل حركة سفينة في البحر الأحمر شايفينها بالملي، بل ويقدروا يشيلوا حركتها. شفت المصيبة فين؟ إن هما يقدروا يشيلوا حركة يعني عاوز تقنعني بقى كده إن الصواريخ بتاعت إيران ممكن ما تطلعش؟ ممكن يسيطروا على الجي بي اس، معطلين الجي بي اس في الشرق الأوسط، وبالذات في البحر الأحمر وعند مضيق هرمز الجي بي اس معطلينه. هل معنى ذلك ان ايران ما تقدرش تضرب صواريخ على القواعد الامريكيه او على اسرائيل؟ دي تبقى كارثه. دي معنى كده ان هم يقدروا يحتلوا اي دوله عربيه بسهوله، يقدروا يحتلوا اي دوله عربيه بكل سهوله، عشان الحرب الالكترونيه اللي عندهم ان هم بيشلوا حركه الدفاعات الجويه وبيشلوا حركه الطيران وبيتحكموا في الطيارات من عندهم. يعني انا مش فاهم ازاي القصه دي بيتحكموا في الطيارات من عندهم وهم يعني يعتبر كده مسيطرين على الدفاعات الجويه اللي في ايران، ويقدروا على كده يحتلوا اي دوله عربيه بسهوله. لو الامكانيات دي عندهم فعلا، لو الامكانيات دي عندهم فعلا، يبقى كده هم يقدروا يحتلوا اي دوله عربيه بمنتهى السهوله، للاسف الشديد. طب هل مفيش ردع للحرب الالكترونيه ديت؟ يعني مفيش دولة عربية عندها الإمكانيات الإلكترونية إن هي تقدر تقاوم نقطة الضعف ديت، التكنولوجيا الحديثة اللي عندهم؟ هنا هتبقى كارثة سودة. ليه بقى؟ لأن أنت كده التكنولوجيا دي كلها كده يعتبر في إيد إسرائيل، وإسرائيل كده، عشان كده إسرائيل عمالة تبرطع في الدول العربية براحتها ومحدش قادر يقف قدامها. دي تبقى كارثة فعلا لو هي التكنولوجيا دي مفيش دولة عربية عندها القدرة إنها تقف قدامها. ده انت كده من غير بأضعف سلاح هتتضرب. طالما ما عندكش الحرب الإلكترونية دي، يبقى في بأضعف سلاح هتتضرب. هو مجرد ما يشيل سلاحك ويشيل حركة الدفاعات الجوية بتاعتك، ممكن بأي طيارة مسيرة صغيرة كده يخش عندك يضربك. ما انت مش هتقدر تدافع، واهم حاجة الدفاع مش الهجوم. انت طالما الدفاع بتاعك اتشل، يبقى كده هو يقدر يضربك بأي حاجة، مش هتقدر تدافع عن نفسك. فدي تبقى كارثة سودة فعلا، تبقى كارثة سودة فعلا لو الموضوع ده حصل فيه كده. وربنا يسترها علينا جميعا ويسترها على الدول العربية، ويا رب نلاقي الدول العربية بقى والدول الإسلامية تتكاتف، وبالذات دول الخليج نتكاتف مع بعض كدول عربية ودول إسلامية، عشان احنا كده بقينا هشة بالنسبة للناس ديت، بالنسبة للإمكانيات التكنولوجيا دي. يعني الناس دول بقى يعني أغنى دولة في العالم وقوة عظمى وعندها إمكانيات تكنولوجية وعندها فلوس. طب في ايه تاني بقى كده؟ ده كده يقدروا يضربوا اي دولة بمنتهى السهولة ويخطفوا رئيسها كمان. ما هي كده تبقى كارثة. كده احنا عشان احنا مش يد واحدة، هو ده اللي حصل فينا، ان احنا مش يد واحدة. احنا عشان مش يد واحدة، هو ده اللي حصل اللي مخلينا ضعفاء بهذا الشكل. احنا لو يد واحدة هنقدر نطور من انفسنا ونطور من التكنولوجيا اللي عندنا عشان محدش يقدر علينا. لكن للأسف اللي حاصل ده مهزلة. اللي حاصل ده بيقول
ان احنا كده في اي لحظة اي دولة عربية مش هتمشي على هواهم، هيدخلوها بسهولة بكفاية التكنولوجيا اللي عندهم، يشيلوا حركة الدفاعات ويخشوا يبرطقوا في سماء اي دولة. طالما شالوا الدفاعات بتاعتك هيخشوا يبرطقوا براحتهم في سماء اي دولة. وانت يا معلم قاعد اللي عندك دول شوية خردة اللي هتدافع بيهم. لو ما عندكش الامكانيات التكنولوجية والحربة الالكترونية اللي هي تقدر تشيل الحرب الالكترونية بتاعتهم، يبقى انت كده بالسلامة. انت كده شكرا للتحية. ولما يجوا يضربونا نقول لهم اتفضلوا، بدل ما نقعد نضرب على بعض لا احنا نعمل لكم اللي انتوا عايزينه وخلاص. لان الكلام ده كلام يزعل، كلام يزعل صح يعني. وربنا يسترها علينا جميعا ويسترها على الدول العربية ونبقى يد واحدة، عشان حتى لما نيجي نتضرب نتعبهم شوية، ما نبقاش يعني مأمورية سهلة بالنسبة لهم ان هم يدخلوا اي دولة كده يعني على الاقل